احب اقول لك ان مسلسل عمر افندي بالنسبه لي من المسلسلات اللي انا استمتعت بيها جدا، وانا ما كنتش متوقع كده خالص. هتقول لي ليه يا ابو حميد؟ هقول لك لان انا اساسا بحس ان احمد حاتم ككوميديان هو مش احسن حاجه. اعلى ايجابيه في المسلسل مصطفى ابو سريع ضياستي. اما برضو من الايجابيات المهمه جدا يا جماعه، واللي خلتني اتشد من بدايه المسلسل، وانا بقول لك كنت داخل اتفرج على المسلسل اللي هو على اساس مش بنفسي حلو، انا بقول لك الصراحه والله العظيم والامانه، ان انا من اول ما ابتديت المسلسل هو دخلك على طول في الاحداث، والاحداث تشدك جدا. فالقصه حلوه، قصه انك انت تروح من زمن لزمن عن طريق حاجه سهله جدا، سرداب، مش لازم بقى تروح آلة وتتعب وتقوم لا، الموضوع عامله ببساطه جدا تخليك تقول يا لو ده موجود مثلا، او ايه الكلام ده. في الاول وفي الاخر انا استمتعت، ما اتضايقتش خالص، واتمنى ان انا اشوف جزء تاني من عمر افندي بس يكون اقوى كمان من الجزء الاول. وتقييمي لمسلسل عمر افندي هو 7/10.